المعاناة بتيجي منين؟ المعاناة نوعين: معاناة جسدية ومعاناة نفسية. المشاكل الجسدية غالبا بتكون غصب عننا، لكن عارف ايه بقى؟ المعاناة النفسية هي اللي ممكن نمنعها. لما بتتحط في موقف صعب بيكون قدامك تحديين: الموقف نفسه وده الجسدي، ورد فعلك عليه وده النفسي. زي ما بيقولوا أول سهم بيصيبك غصب عنك، لكن السهم التاني ده باختيارك انت. أول سهم في المثال بتاعنا ده هو المشكلة، والسهم التاني هو رد فعلك النفسي تجاه المشكلة. يعني انت اللي بتقرر إذا كنت هتتوجع أكتر أو هتتجاوز الألم ده. المعاناة النفسية بتبدأ لما بتركز على موقف وحش حصل، حتى بعد ما يكون خلص من زمان. دماغك بتفضل تكبر الموضوع وتخلي تأثيره أقوى. كل يوم بتحصل حاجات مش كويسة لأي حد. الفرق بين اللي بيعدي الموقف ويكمل حياته عادي وبين اللي بيفضل تعيس هو ازاي بيتعامل مع الموقف ده. جوزيف المؤلف بعد رحلة طويلة من البحث والتجارب اكتشف ان سبب تعاستنا كلنا هو دماغنا وطريقة تفكيرنا. الناس اللي تفكيرها مش صحي بتعاني اكتر. دماغك ممكن تبقى اكبر عدو ليك او اعز صاحب ليك، وده بيعتمد على عاداتك وطريقة تفكيرك. لما تفهم دماغك بتشتغل ازاي هتعرف تستخدمها صح عشان توصل للسعادة وتتخلص من الألم النفسي للأبد.